بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل صنف كلنا بنحبه وهو اللينزا على الطريقة الدمياطية. الطريقة سهلة وبسيطة جدا إن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. هنعمل النهاردة إن شاء الله مقاديرنا عبارة عن ربع كيلو زبدة صفراء، أي زبدة صفراء عندك يعني مش حاجة معينة يعني. ومعانا حوالي من ربع كيلو سكر بودر، سكر مطحون أبيض. ومعانا حوالي من 175 جرام جوز ناعم. اهم حاجه انه يكون ناعم يا جماعه، ما يكونش خشن قوي. ومعانا بيضه، ومعانا حوالي من 175 جرام دقيق، ومعانا ذربين فانيليا. هنبدا ان شاء الله. اول حاجه هنعملها السكر مع الزبده يتضرب كويس جدا لحد ما يبقى مرهمي وتبيض الزبده، تبقى بيضه تبيض وتبقى مرهميه. دي اهم حاجه ودي اول خطوه في نجاح اللينزا. اللينزا طبعا صنف جميل وطعمه حلو كله بيحبه، وان شاء الله نعمله معاكم بطريقه سهله وبسيطه. هنبدا الاول نقلب الزبده بالسكر تدعك كويس جدا لحد ما تبقى مرهميه وناعمه وخفيفه وفي نفس الوقت بيضه. ندعكها كويس. شوف الزبده صفرة، اهم حاجه عايزها تبيض وتبقى خفيفه هشه كده، وده نجاح اللينزا. هنبدا الاول كده ندعكها كويس جدا زي ما حضراتكم شفتوا كده اهي. ده القوام اللي احنا عايزينه المطلوب اهو، ابيضت وفي نفس الوقت نعمت وبقت هشه شويه وطريه اهيت. ده القوام المطلوب للزبده والسكر مع بعض في اللينز. هنبدا نحط بعد كده ان شاء الله البيضه بتاعتنا. يا جماعه الموضوع قريب خالص من البوتفور يعني يعتبر بس باختلاف الجوز بس. الموضوع يعني البوتفور. هنحط الفانيليا بتاعتنا. تمام. بيض يعني فانيليا. حط التذكرتين يا شيف. ان شاء الله حوالي 2 جرام يعني، هي طبعا الكميه بسيطه بس عشان الفانيليا تبقى برضه مخلوطه تبقى صافيه فعادي يعني. هنبدا بقى نقلبهم كويس يا جماعه. البيضه اهم حاجه برضه تتقلب كويس بحيث انها تخش في الخليط، يبقى الخليط كله متجانس مع بعض زي ما انتوا حضراتكم شايفينها. ده القوام بتاعه اصلا. بعد كده هبدا انزل بالجوز ده الخليط يا جماعه اهوت. هنبدا ننزل بالدقيق بتاعنا 175 جرام دقيق. طبعا يا جماعه المقادير هتبقى ان شاء الله في صندوق الوصف. طبعا يا جماعه كده ديت العجينه اهيت ما شاء الله. ده القوام المطلوب لعمل اللينز. طبعا هي بتشد بعد كده يا جماعه. طبعا احنا هنشتغل بقى على طول اهي نعمل ما شاء الله. هنبدا نجيب الصينيه بتاعتنا اهي مقاس 30 برضه، وهنبدا نعمل لها طبقه زي ما حضراتكم شايفين. لا بندهن ولا حاجه، ما بتدهنش زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. ما تاخدش سمنه ولا حاجه يا شيف. ولا سمنه ولا اي حاجه اهي. طبقه بسيطه خالص، ما تكونش تخينه يا جماعه عشان ما تخزنش عجين، وفي نفس الوقت هي كده كده بتعلى في الفرن يعني فيها زبده وكده بتنفش في الفرن وبتعلى ان شاء الله. طبقه رقيقه يعني. بتبقى طبقه رقيقه بس. انا يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده دي الطبقه الاولانيه ما هيش تخينه، رقيقه اهي زي ما انتم اهي. شوف السمك بتاعها مش تخين. ليه بقى؟ لان دي بتعلى في الفرن وبتكبر. هي طبعا عشان لسه طريه ومعجونه هتلاقيها بتلزق في ايدك. ممكن رشه دقيق خفيفه خالص، حاجه بس كده يعني صغيره عشان نبططها بس زي كده. نبططها بالراحه بس كده عشان يبقى شكلها حلو وتلحم في بعضها، ما يبقاش فيها اي فراغات او اي حاجه. رشه دقيق خفيفه خالص اهي. كده هنبدا نعمل الكريمه. كده 700 جرام لبن يا شيف. 700 جرام لبن وحوالي 70 جرام نشا مخفوفه بنص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه. هنبدا التقليب المستمر طبعا زي ما احنا قلنا لكم قبل كده في الكريمه عشان تبقى ناعمه، خط رفيع كده مع التقليب المستمر. طبعا كده الكريمه بتاعتنا اهي اصبحت جاهزه وظرف الفانيليا اهو. التقليب المستمر طبعا هو اهم حاجه عشان الكريمه تبقى ناعمه. بدات تغلي اهي. كده خلاص نطفي. هي كده خلاص. هنبدا نطفي عليها النار ان شاء الله باذن الله. الغليه دي عشان تستوي. بس كده. هنبدا ان شاء الله نصبها على طول. هنبدا ننزل بالكريمه بتاعتنا. هنميل الصينيه بس كده وهنبدا بس ننزل كده خلاص. خيط العاد طبيعي. نسيبها تبرد حوالي 10 دقائق ربع ساعه لغايه ما تشد وننزل عليها بطبقه اللينزا الثانيه ان شاء الله. بس هنبدا يا جماعه. طبعا احنا كده بعد الكريمه ما بردت هنبدا ان احنا نجيب اللينزا الباقيه. هنبدا نحطها في الكيس بتاعنا. طبعا هنبدا ان احنا نخططها زي كده.
خططناها طول وعرض يا جماعه. هنبدا نجيب الحزام بتاعها اللي هو بتاع الصينيه كده زي كده. ده بيجي في الاخر خالص، ما بيجيش في الاول زي كده. طبعا يا جماعه بعد ما خططناها بالعجين زي كده ما شاء الله شكلها جميل وحلو اهو، هنبدا نجيب صفار بيضه زي كده على نقطه ميه. بلاش نحط لبن عشان ما يحمرناش قوي، احنا عايزينه بس للمعه بس. وعليها كيس فانيليا زي كده زي ما احنا. وهنبدا ان احنا ندهن وشها بالراحه كده، ندهن وش العجين بالراحه برضو عشان ما ينسحبش العجين بالفرشه، يبقى كل حاجه في وضعها طبيعي. مع اللون ده. ده هيعطي لمعه. ولما يطلع ان شاء الله من الفرن هنبدا ننزل عليها بمربى سخنه من على النار سايحه، ان شاء الله تطلع اللمعه بتاعتها. وده سر اللينزا يا جماعه اللي محدش يعرفه برضه، عشان نبقى احنا معاكم صراحه. محدش يعرف الحتت دي، الحتت ديت غير في المصانع الكبيره بتاعت الحلويات، هم اللي عارفين الفنيات دي. فبرضه بنعرفكم الحاجات ديت عشان تعملوها كانكم جايبينها من المصنع بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين كده ما بنسحبش الفرشه في مكانها كده عشان ما نسحبش العجين، وفي نفس الوقت نحافظ على شكل اللينزا زي كده. طبعا يا جماعه طلعت من الفرن دلوقتي، خدت لها حوالي من 40 دقيقه زي ما انتم شايفينها كده، ما شاء الله مستويه اهيت. وطبعا جايبين احنا مربى فراوله. هي المفروض تبقى مربى مشمش يا جماعه، بس اللي موجود عندنا مربى فراوله. بنحط معلقتين على النار، بنقطع بمعلقتين 3 ميه لما تسيح زي كده. دي ان شاء الله اللي هتعطي اللمعه بتاعتنا باذن الله. هنبدا بس هي لسه طالعه من على النار اهيت، هنبدا ندهن وش اللينزا بتاعتنا. كده هتحمر لونها شيء. هي المفروض تبقى مشمش. مش بقى نفس لون اللينزا، بس طبعا ذهبي. عشان لونها ذهبي. بس طبعا اللي موجود عندنا مربى فراوله برضه. مربى الفراوله هتطلع شكل وطعم حلو برضه يعني. طب في ناس بتديها شربات يا شيخ. الشربات هي بتشرب الشربات وكل حاجه، بس بيبقى اول ما بتشرب الشربات بقى لونها باهت ومفيش فيها لمعه ومفيش فيها اي شكل، شكلها وحش خالص. وبيطري الشربات بيطر وش اللينزا، خليها شكلها مش حلو خالص كده. لكن المربى بتنشف على وشها وبتمسك في وشها ما شاء الله، بتخلي لونها حاجه تانية زي كده. كده خدت المربى اهيت. المربى بدات تلمع لوحدها. اول ما المربى تنشف فيها هتلاقي لونها عامل زي المرايه ما شاء الله يعني. بعد كده ان شاء الله نحط لها المكسرات بتاعتها يا جماعه. طبعا احنا عندنا مكسرات. هنبدا ان شاء الله صف كده، هنعمل صف جوز في الفتحات بتاعتها زي كده. وممكن لو في كرز، في فواكه مسكره، اي مكسرات عندك ان شاء الله تعطينا لون حلو باذن الله. هنعمل مثلا صف وصف كده بحيث يبقى شكلها كويس يعني. برضو عندنا بندق، حاجات بسيطه كده شيء. حاجات بس للتزيين بس يعني، حاجات للتزيين. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اللينزا كده بعد ما دهناها بالمربى ما شاء الله شكلها بيلمع. شايفين اللمعه عامله ازاي ما شاء الله، شكلها جميل. هنبدا برضه نقطع لكم منها حته عشان تشوفوها. طبعا هي لسه سخنه طبعا، فطبعا احنا برضه المفروض نستنى عليها شويه يا شيف. المفروض نستنى عليها شويه لما تبرد لان الكريمه سخنه. بس طبعا عشان برضه زي ما حضراتكم شايفينها كده طبعا هي نار يا جماعه طالعه من الفرن سخنه. شوفوا ما شاء الله شكلها اهو مستويه ولونها جميل اهي. زي ما حضراتكم شايفينها كده ما شاء الله شكلها حلو، مستويه من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفينها كده، وشكلها ولا اروع من كده. بسم الله ما شاء الله.